ريال مدريد بيفوز على برشلونة. يفوز ايه؟ مش يفوز، ريال مدريد بيبلع برشلونة 4-0 هناك في الكامب نو في ارض برشلونة، بعد ما عم بنزيما قال لهم ايه المشكلة؟ ايه المعضلة عندكم؟ في ايه بس؟ انا واكل 3 تمرات وشارب شوب اللبن وجاي لكم، ايه اللي حصل عندكم؟ قالوا له احنا خاسرين 1-0 في الذهاب وعايزين نكسب في العودة. قالوا طب استنوا، خدوا هاتريك، خدوا هاتريك في الكامب نو في ارضهم وسط 92 و93 الف متفرج في ارض الكامب نو. خدوا يا جدعان هاتريك في ارضكم، نص نهائي الكاس عشان يبلع برشلونه 4 صايمه مع الرأفه، 4 صايمه مع الرأفه، عشان عم انشيلوتي يقول لك خلاص كده خلصت بقى يا جدعان، انتوا هتقرفوني ليه وهتوجع دماغي ليه؟ انت مش عايز انت عايز تكسب، عايز تأهل. احنا في رمضان يا عم بنزيما، احنا في رمضان، وصلنا رمضان خلاص، يلا بقى احنا بدل ما احنا وصلنا رمضان احنا كده في الامان، احنا وصلنا رمضان احنا كده في الامان خلاص. بعد كده هتلاقي بقى الاربعات وهتلاقي الهاتريكات في ماتشين كان جاب 6 جوان وعمل 2 اسيست باين، يعني في ماتشين جاب 6 جوان واسيست او 2 اسيست في ماتشين، ولسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم واحنا لسه في اول 15 يوم في رمضان. يعني تخيلوا بقى مثلا لو الحوار ده بدري في اول اسبوع ولا حاجه ولسه فاضل مثلا 3 اسابيع في رمضان، كان ايه اللي هيحصل؟ احمدوا ربنا ان رمضان فاضل له 15 يوم بس، وعم بنزيما هيلعب لسه مثلا ربع النهائي بتاع دوري الابطال مع تشيلسي، فتشيلسي كده جهز نفسه عشان عمنا الماتش هيبقى بعد الفطار، هيفطر 3 مرات وشوب اللبن وهيجيلك. خلاص هي كده خلصت، ما عادش حد هيعمل حاجه تاني بعد كده. هي لو فضل بالاستمراريه وبالاداء ده هيبقى الهداف التاريخي للكلاسيكو، وهيقرب وهو اصلا تاني الهدافين التاريخيين للكلاسيكو تقريبا، وهيبقى الهداف التاريخي لريال مدريد قريب. يعني لو الماتشات كلها ريال مدريد هتلعب في رمضان هيبقى الهداف التاريخي لريال مدريد في رمضان بس. خلاص زمن الفوضى انتهى، زمن الفوضى انتهى، زمن قله الادب والصياعه انتهى، زمن الدلع والبنات انتهى. خلاص حان وقت الالتزام، احنا بنلتزم حاليا خلاص وبنصوم وهنفطر على 3 مرات وهنصوم يا جدعان، ومفيش حد هيجي خلاص، مفيش حد هيجي على السكه، اللي هيجي على السكه هتداس عليه. خلصت خلاص. ريال مدريد بيصعد لنهائي الكاس على حساب برشلونه بعد ما كان خسران بماتش يزهق ويقرف. ماتش الذهاب هناك في البرنابيو، كده برشلونه لعبتنا 11 ماتش في البرنابيو في ماتشات الكاس، احنا كسبنا منهم ماتشين بس في البرنابيو، انما في العوده بقى تبقى في الكامب نو في رمضان مع عم بنزيما، لا هاتريك وهيفضل فينيسيوس هو العامل الاول والاخير في هجوم ريال مدريد. هجوم ريال مدريد كله عباره عن فينيسيوس بس، لا اكتر ولا اقل. بس جه رمضان عم فينيسيوس خلاص جه، مفيش شاطين، مفيش جان، مفيش حاجه، كل الدنيا محبوسه خلاص. عم بنزيما خلاص يا جدعان، حان وقت التدمير، حان وقت الاستقامه والاستقرار. خلاص ما عادش فيه بقى دلع وقله ادب. خلاص بعد كده اللي هتيجي على السكه هتداس. فتشيلسي كده تجهز نفسها بالصلاه على النبي، طول ما الماتش في رمضان الواحد جاهز خلاص، الماتش الاسبوع الجاي، فعندك ذهاب وعوده في رمضان، فاجهز. هجز كده عم تشيلسي، معلش انا اسف مع احترامي ليك، انت حظك وحش ان الماتش جه في رمضان، حظك وحش. احمد ربنا ان ما كانش قبل كده زي كان هي قبل كده بيبقى في شهر 5 في قلب رمضان ومش عارف ايه، وبيبقى في رمضان زي 2017 واخدينه في رمضان. لو النهائي بتاع دوري الابطال كان في شهر مثلا كان في 5 ورمضان كان هيكمل لحد اخر 5 او لحد ميعاد نهائي دوري الابطال، خلاص كان ريال كان وصل له وكان هياخدها باستراحه واريحيه قصوى. ما عادش خلاص، ما عادش. عم بنزيما وعم انشيلوتي قال له خلاص اللي هيجي على السكه هتداس. وصلنا رمضان يا اهل، وصلنا رمضان يا اهل السنه خلاص. وبس شباب، كون ريال مدريد بلع برشلونه 4-0 صايمه. وكون خلاص الفيديو بتاع النهارده، ما تنساش تعمل اشتراك، انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس ان شاء الله كل جديد. سلام.